الكلب والساحل الشمالي. في ظهرية كده الواحد نايم ونسيم الهواء جميل جدا في الساحل الشمالي، وصحيت مرة واحدة على صرخة مراتي: الحق الحق العيال بيصرخوا كلهم تحت. قمت مفزوع في أقل من ثانية، وده مش عادتي يعني إن أنا أقوم من النوم كده. جري جري نزلت السلالم، ما كنتش بنزلها سلمة سلمة، أنا كنت باخد بال12 سلمة، يعني نطيت 12 في 12 عشان أبقى على الأرض، لأن أنا 3 ولاد بيعيطوا صوتهم بيصرخوا واقفين في الريسبشن تحت. أول ما نزلت ببص لقيت كلب في وسط الريسبشن، 3 ولاد بيصرخوا وانا والكلب والعيال على الجنب، وانا يعني مش فاميليار قوي مع الكلاب، يعني لو شفته في الشارع بتجنبه، لو شفته مع واحد صاحبي حاجه محترمه بقول له طب بعيد من لو سمحت، والعيال بتصرخ. فبدات اقرب من الكلب، مش حاسس بنفسي، بس بقيت اقرب من الكلب واحده واحده، وعامل ايديا الشمال كده بحيث انه لو عضها امسكه من اليمين، قال يعني، ولكن تكتيك قلت يعني اتفنن عليه. واحده 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 واحده، كلب كان كيوت خالص الحمد لله من فضل ربنا، مسكت الكلب وقعدت على الارض لان ركبي ما كنتش قادر اشيلها. جه صاحب الكلب خد الكلب، الولاد هديوا قعدوا استقروا، خلاص يا ولاد معلش. قعدت على الارض انا مش قادر اقوم، عيني على حاجتين: على الكلب وهو ماشي، وعلى السلم اللي انا نطيته. يعني انا عندي القدره ان انا نط سلم 12 في 12 يعني 22 24 سلمه، وان انا اهجم على الكلب عشان امسكه عشان ما يهربش او ما يزعجش العيال. يعني انا جوايا مارد، فالمارد ده لازم يطلع، لازم اطلعه، لازم استعمله في الحاجه اللي انا عايز احقق فيها هدفي. كلنا قدامنا كلب تخين رفيع، لازم تهجم عليه، لازم تطلع له المارد عشان تكسبه. شكرا لكم.